أهلا وسهلا ومرحبا بالناس اللي تتبع فيها الكل. جرت العادة ليلة النص ولا ليلة 27 دبارتنا تكون كسكسي. وبالنسبة للكسكسي متاع اليوم باش نحضروا بالدجاج والعصبين الساحلي. بالنسبة للعصبين الساحلي سبق ديجا وحضرته معكم، أما تو نشوفوه مع بعضنا زيدا في الفيديو. بالحق طريقة سهلة ما فيها حتى شيء، ما يخش منا برشا وقت. دونك أول حاجة خديت قرينات فلفل باش نقليهم في كمية صغيرة متاع زيت، ما نكثروش برشا من الزيت على نار هادية. من بعد ما نخرج الفلفل بطبيعة الحال باش نكمل نضيف كمية أخرى متاع زيت، وبالطريقة هذه نضمنوا اللي الزيت متاعنا ما يتحرقش. دونك من بعد ما نحط الزيت باش نقلي فيه شوية بصل، تستعملوا أي نوعية متاع بصل تكون متوفرة عندكم. ومعاهم عندي تفات متاع دجاج نفوح بالملح بالكركم، بطبيعة الحال عندي شوية فلفل أكحل، ونغطي عليهم تقريبا هكا متاع دقيقة ما أكثرش، دوبا ما الدجاج معناتها يتحمر ويتبدل اللون متاعو شوية. ديجا كيما تشوفوا سايب الماء متاعو. دونك ديما نطيب ونقلي على نار هاديه. من بعد توا معناتها كي نمرق وقتها نقوي في الغاز، اما من الاول بالكل ديما نقليو على نار هاديه. باش نضيف 4 مغارف كبار نتاع ماكله تومات كونسونطري، ومعاهم بطبيعه نضيفوا شويه ماء. بطبيعه الماء اللي نمرقوا بيه ديما يكون ماء سخون. بالطريقه هذه الطماطم تتقلى في عقلها وميم طون زيدا ما تحرقش معانا. دونك خطوه مهمه برشا، ديما نضيفوا الماء السخون على الطماطم ونخليوهم يتقليو بالباهي. على قد ما نقليو الطماطم على خد معناتها ما الماكله تجينا بنينه. دونك نقص في الغاز ونخلي الطماطم تتقلى، تقريبا انا خليتها 15 دقيقه هكاكا. من بعد نرجع كيما تشوفوا ديجا ما نقصش برشا الماء على خاطر ديما نطيب ونقلي على نار هاديه. نضيف شويه فلفل زينه، الفلفل اللي عندي ماهوش حار برشا، ونمرق بالماء السخون. تنجموا زيدا تضيفوا شويه هريسه. دونك في المرحله هذه باش نضيف الحمص ونغطي عليه، وفي الأثناء باش نتعدى معاكم نحضر الكسكسي، ومن بعد نرجع نكمل نضيف بقية الخضار. بالنسبة للكسكسي اللي استعملته هو كسكسي عولة، الكسكسي المفور. بالنسبة للكسكسي الباكويت وإلا الكسكسي الشمسي الطريقة تختلف. بالنسبة للكسكسي هذه متاع العولة جوست معناتها ما نصب الماء نغمو معناتها بالماء كاريمون، ومن بعد نديريكت معناتها نحي منه الماء هذايا، معناتها ما نخليشه في وسط الماء بالكل ونغطيه نخليه يتشرب في عقله الماء. رجعت للكسكسي الصوص متاع الكسكسي، ضفت السفناريا ومعاها باش نكمل نضيف العصبين الساحلي اللي قلت لكم عليه. تنجموا معناتها ديريكتا وتحضروا جوست بالدجاجه كهو، اما بالعصبين الساحلي صدقوني معناتها ياسر بنين. والطريقه اذا باش تجربوها باش تشيخوا عليها. هو في الاصل نحضروه بالدجاج والكبده، من الحقيقه ما نحبش الكبده، دونك حضرته بالدجاجه كهو وفوحته كيما شفتوا معايا بالملح بالفلفل اكحل بالتابل بالكركم. وبطبيعه الحال ما ننسيوش مكون رئيسي اللي هو النعناع الشايح، اكيد يعزز ويبنن برشا العصبين. ومعها ضفت الثوم، الهريسه العربي، الفلفل زينه. هو بالضبط معناتها تومات كونسونطري بالضبط تقريبا كيما نحضروا معناتها العصبين العادي. الفرق الوحيد هو معناتها ما نستعملوش اللحم. معهم صبيت كميه متاع زيت، وبطبيعه كيما العاده كيما العصبين معناتها العادي متاع العيد معناتها الكبير اللي نحضروه باللحم. باش نضيف شويه برغل والا رز كيما تحبوا نتوما. دونك بالنسبه للبرغل غسلته ونظفته، هو اللي من بعد باش يشرب لي الماء اللي باش تصايبوا الخضره اللي هي المعدنوس السلق والسبناخ. دونك مهم برشا نكمل نضيف هنا معاهم البصل. مهم برشا نخلطوا معناتها الدجاج مع اللفحات هذه الكل قبل ما نضيفوا الخضره باش هكا الدجاج يتشرب لنا لفحات بالباهي. دونك تخليطه باهيه، ناخذ وقتنا في التخليط. من بعد هنا بدلت في صحفه ما اكبر باش ناخذ راحتي في التخليط. دونك نصب كل شيء في الصحفه الكبيره. معاهم كملت ضفت السلق المعدنوس والسبناخ. ديما تكون كميه المعدنوس اكبر من كميه السلق والسبناخ، المعدنوس يبنن برشا. نخلطوا في المرحله هذه باليد، وما شاء الله ما نحكي لكمش على الريحه نتاع الخضره واللفاحات الكل قداش طالعه فايحه وياسر بنينه. دونك في المرحله هذه بعد ما خلطت بالباهي خديت ورقات السلق. بالنسبه للسلق نظفته شيحته، وكما تشوفوا معايا مهم برشا معناتها ورقه السلق تكون كبيره باش تنجم معناتها من بعد تلفلنا كعبه العصبين بالباهي بسهوله. دونك باش نحي الساق بالطريقه باش تشوفوها معايا، طريقه سهله بالحق ما فيها حتى شيء. وبالطريقه هذه فماش شكون يقول لكم ما تعرفوش تحضروا العصبين، الناس الكل قادرين بالطريقه هذه نحضروا العصبين كيلكو سوا معناتها الحشو. دونك عندكم حريه الاختيار، تنجموا معناتها تلفوا كعبه العصبين في اليد تحطوا اوراق السلق بالطريقه هذه، اما باش نعطيكم طريقه ما اسهل هكا كيما هكا نحطها على شكل معناتها وردة شكل دائري، ومن بعد نلفو كعبة العصبين. اما الحقيقة بالصحفة كي ناخذوا صحفة الصحفة ما تكونش كبيرة برشا في كبر الكف متاع اليد، ونوزعوا معناتها اوراق السلق بالطريقة هذه، نشكلوهم بالطريقة هذه.
طريقة سهلة ما فيها حتى شيء، تربحكم في الوقت، كيف كيف زيادة معناتها تتحصلوا على كعبة عصبين ملفوفة بالباهي. نتصور الطريقة واضحة. هكا سي بون، معناتها جوست كيما شفتوا معايا نزلت شوية في الوسط، وما بقالي كان باش نحط الخليط، ما نكثروش برشا، معناتها نحطوا كمية معقولة اللي نجموا معناتها نلفوها بورق السلق. دونك سي بون، عندي الكمية هكا تكون كافية وافية، ونلف بالطريقة هذية. ديجا معناتها ما يخوش منا برشا وقت، معناتها تنجموا كيما تحبوا نتوما، سوا معناتها العصبين هذا تحضروه قبل حتى بيامات وتحطوه في الكونجيلاتور، تحتفظوا به في الكونجيلاتور، تجبدوه وقت الحاجه ديريكت تسقطوه في الصوص، والا كيف كيف زاده معناتها تحضروه بالوقت وطيبوه بالوقت. هو خيار معناتها الخضره ديما طيبوها تكون فرشكه، اكيد هكا بالطريقه هذه نستمتعوا بها خير. دونك هذه هي الطريقه اللي نلف بها بالخيط، وهكا نضمنوا اللي العصبين ما يتحلش معانا من بعد كيف يطيب. وهذه حل حقيقة من أحسن معناتها الحلول، سيرتو كي تلقاو في العائلة شكون سيرتو في خاصة معناتها في العيد الكبير اللي ما يحبش اللحم، معناتها نتصور هذه أحسن طريقة نجمو نحضروا بها العصبين وما نحرموش رواحنا. نواصل بنفس الطريقة، مانيش باش نطول عليكم برشا، جوست معناتها باش نوريكم كعبة أخرى معناتها كيفاش نلفها. نواصل بنفس الطريقة لنكمل الكمية الكل اللي عندي، وهكا العصبين يكون عنا حاضر. ونواصل معكم تحضير الكسكسي بطبيعة الحال. وبالنسبة للعصبين راه ما ياخوش منا برشا وقت باش يطيب، معناتها ديجا شفتوا معايا حطيته كي حطيت بالضبط السفنارية، دونك نغطي عليه ونرجع نتفقد الكسكسي. بالنسبة للكسكسي سي بون، معناتها تشرب بالماء هذاك اللي سقيتو بيه. نعاود نفكر الكسكسي هذا اللي نستعمل فيه هو كسكسي علا، بعد ما تشرب لي الماء ضفت له شوية زيت، ما نكثرش برشا من الزيت، ومعاهم شوية فلفل اكحل، تخليطة باهية، من بعد معناتها يجيكم الكسكسي كعبة كعبة. نكمل نضيف بقية الخضرة اللي هي معناتها القراع والبطاطا، ونحط الكسكسي يفور. لما يفور الكسكسي سي بون، معناتها تكون الخضره الكل والعصبين الكلها طايبه في حقها. شوفوا معايا كعبه العصبين هكا كيما قلت لكم ما يتحلش معاكم، هكا كيما تشوفوا معناتها الكعبيت الكل كيما هما. دونك نحط الكسكسي يفور. بالنسبه للكسكسي نتاع العلا ما ياخوش منكم برشا وقت ويفور معاكم. اذا تستعملوا الكسكسي نتاع البكويت معناتها ما نصبوش عليه الماء، جوست معناتها نحطوا كميه صغيره بالكل نتاع ماء وكميه صغيره نتاع زيت وفلفل اكحل، ونفوروا معناتها على مرتين. نعمل ثقب بالطريقه هذه باش يفور معايا الكسكسي معناتها في ساعه ما ياخوش منا برشا وقت. نغطي عليه ونخليه يفور. دونك ما بقى لي كاين باش نسقي الكسكسي من بعد ما يفور معايا. ان شاء الله ربي تكون عجبتكم الطريقه واستفدتوا منها، وكما العاده نستنيكم تجربوا الغوسيت وتخليوا لي رايكم بصراحه في كومنتير، نتفاعل معكم كما العاده. واذا عندكم استفسار ولا غوسيت تحبوا تشوفوها معايا خليوا لي كومنتير، ونخليكم في امان الله. كان كتب ان شاء الله نرجع لكم مع دبارة ووصفه جديده.